وإذا كان المؤرخ والأديب والصحفي ورجل القانون والقارئ غير المتخصص سيجد في هذا الأدب كنزا، فإن عالم النفس سيجد فيه منجما لا ينظر لدراسة النفس الإنسانية في أشد حالتها توترا، وهي تقتل، وهي تحاكم لتساق إلى الإعدام أو تنجو إلى ما يشبه الإعدام من سجن طويل المدى. النفس الإنسانية عارية بلا ادعاء في أشد حالاتها قسوة وضعفا واضطرابا وخوفا واستهانة بحياة الآخرين ورغبة شديدة في المحافظة على حياتها. يرى العقل الإنساني وهو يبرر لنفسه بالتواء يبدو منطقيا كيف يغتال حياة الآخرين.